مساء الفل عليكم، يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده بقى تورته لعشاق الشوكولاته بطريقه سهله جدا ومقادير سهله جدا. هنعمل الكيك والكريمه وكل حاجه مع بعض، وتزيينها كمان بسيط جدا. لو انت لسه مبتدئه ومش بتعرفي تزيني، ده تزيين بسيط جدا سهل ان انت تقدري تعمليه، بس امشوا على خطوات مظبوط. الكيكه والتركات اللي بقولها وكل المقادير مظبوط، ما تزودوش ما تنقصوش حاجه عشان تطلع زي اللي بعملها بالظبط. عشان في تعليقات كتير بتجيلي ليه كيكه مثلا هبطت، انا بعملها على طول طلعت حلوه بس المره دي هبطت مني ليه؟ عشان انتوا بتغيروا في الحاجات اللي انا بقول عليها. اول حاجه حطيت 4 بيضات، وهحط عليهم فانيليا، وهحط نص كوبايه سكر. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصلوا كل جديد بكل حاجه بنزلها. يبقى 4 بيضات وفانيليا ونص كوبايه سكر، هنضربهم كويس جدا بالعجين او بالمضرب لحد ما البيض لونه يفتح كده والسكر يدوب، ودي خطوه مهمه جدا. بعد كده هنزل عليهم بمعلقه كبيره محسن كيك جيل، ولازم تكونوا متاكدين ان المحسن اللي انتوا شغالين بيه نظيف وجديد ومش بايظ معاكم. عفوا. هنخل هنا بقى كوبايه ونص من الدقيق، عليها معلقه صغيره بيكنج باودر، وهقلبهم كويس. بعد لما العجين يعمل معايا فوم كده بالمحسن، هنزل بنص كوبايه من الميه. ولما الخليط يعلى معايا قوي ابدا اضيف الدقيق، يعني كل حاجه بتتضرب لوحدها. كل ما حاجه تعمل معايا فوم وتعلى انزل بالتاني، والدقيق هنضيفه حبه حبه. انا هنا مسرعه الفيديو بس انا بضيف معلقه معلقه لحد ما يوصل معايا الخليط القوام ده ولونه يفتح. انا عاملها بالشوكولاته، بصوا القوام ده القوام اللي انا عايزاه، يبقى بيلمع كده. بعد ما بخلص ضرب خالص بضيف بقى 3 معالق كبار من كاكاو خام اسباني. لو انتوا حابين اللون مش غامق قوي حطوا معلقتين او معلقه ونص على حسب اللون اللي انتوا تحبوه. تمام. ولازم ننخل الكاكاو ونضربه تاني، وحطيته في صينيه مقاس 24، ودخلته الفرن سخن على درجه حراره 180 بالظبط. بتقعد معايا نص ساعه و5 دقايق كل واحده على حسب فرنها. انا بقعد الكيك على الاقل 6 ساعات يرتاح. يعني يا اما تبيتوه يا اما تقعدوه على الاقل 6 ساعات يرتاح. لو اشتغلتوا فيه على طول هيفرفت منكم. المنشار هنا عملته على 9. هبدأ ان انا اقطع. طب الكيكه هنا ليه طالع مش ارتفاعها مش عالي؟ عشان برضو اكيد هتسأل ده. انا ما بحبش اهدر كيك، ما بحبش ابيت كيك. فانا عارفه ان انا الكيك بتاعي بستخدمه 3 طبقات بس، فمقدار ال4 بيضات ده هيطلع لي 3 طبقات بس. لكن لو انا عايزه الكيكه ارتفاعها اعلى هعمل مقدار 6 بيضات او مقدار 8 بيضات في نفس الصينيه، فهتطلع لي عاليه وكبيره زي اللي انتوا بتشوفوها. بس انا كل الكيك اللي بيطلب مني 3 طبقات بس، فانا ليه اعمل كيك بزياده واسيب باقي في الفريزر او كده؟ تمام، فهمتوني؟ هنا بقى هنعمل الحشوه: نص كوبايه من موس شوكولاته، عليه ربع كوبايه من كريم شانتيه خام المتحده، وهحط معلقه باستر كريم ومعلقه بس سكر بودره دي للكريم شانتيه. الموس ما بنحطلوش سكر، هو فيه كل حاجه، بس انا عشان ضفت ربع كوبايه كريم شانتيه احط عليها معلقه بس. وحطيت معلقه كبيره من الكاكاو وكوبايه الا ربع ميه متلجه. مقدار الميه بيبقى قد مقدار الكريمه اللي احنا بنحطها، وهضربه كويس جدا. هيطلع معايا الخليط متماسك. الاول كنت بشتغل بموس شوكولاته بس صافي، ما كنتش بضيف له كريم شانتيه، لكن الخامات سعرها زاد جدا 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 فوق ما تتخيلوا كل يوم في الزياده. فانت مش هتلاحقي ان انت تجيبي موس شوكولاته وتحشي بيه التورته كلها. فعشان اعمل المعادله الصعبه دي بقيت اضيف كريم شانتيه وازود كاكاو، فبرضه يدي نفس التست الطعم. اللي انا بسقي بيه ده بسقي بجناش مخففاه بشويه ميه صغيرين. انا في الطبيعي ما بسقيش التراب بتاعتي لان انا الكيك بتاعي بيبقى هش جدا وطري جدا، بس الناس اللي بتبقى طالبه تورت شوكولاته بتبقى حباها غرقانه شوكولاته، بكيك متسقي شوكولاته والكريمه شوكولاته وعليها جناش وحركات، فبحب اسقيها لهم بجناش، فبيبقى طعمها احلى واغنى. حطيت هنا طبقه بندق، واحط طبقه جناش. الجناش هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، عملناه قبل كده مع بعض وانا عاملاه في فيديو منفصل عشان ما تتوهوش مني. خلاص. هنا بقى بحط طبقة جناش على طبقة الموس، بتخلي طعم الكيك بتاعكم والكريم شانتيه، هو مش كريم شانتيه بقى، هو موس، غير اي كيكة او اي تورتة بتاكلوها في اي حتة حرفيا. يعني محدش بيخدم الحاجات دي الا المحلات اللي هي الغالية قوي، اللي بتهتم بكل تفاصيل. فانا بحب اهتم فعلا بكل التفاصيل، بحيث انت مش بتبقي تاكلي كيك وخلاص، لا، انا عايزاكي تاكلي وتحسي بطعم كده.
غريب كده، يعني طعم كده نظيف، فاهمين؟ فجربوا تحطوا مع حشواتكم جناش شوكولاته، هيفرق جدا في الطعم، غير اما انتوا تحطوا سوري موس وبس، او كريم شانتيه فيه كاكاو وبس. لا، جربوا حطوا جناش، هيفرق معاكم جدا في الطعم. تمام، انا خلصت كده. انا ببيت التورتيه بتاعتي في التلاجة، وده لازم، ما بحبش اسلمها في نفس اليوم، ولا بحب اسلمها بعد 3 4 ساعات. انا بحب ابيتها. ليه؟ كل لما التورته بتبات، كل لما كله بيشرب من بعضه، والطبقات بتمسك، وطعمها بيبقى تحفه وبيبقى مختلف. فلو انتوا بتطلعوا اوردرات جربوا. في كتير برضو بيسألوني، انا عملت التورته واتأجلت، زي العميله هتاخدها بكره، انا خايفه مش هتبوظ، هتعمل. طول ما انت شغاله بحاجات فريش، اوعي تقلقي او تقولي مثلا دي هتبوظ. لا، انا بستخدم مثلا كمبوت فريش، فاكهه كلها فريش، اي كريمه اي حاجه بستخدمها كله بيبقى فريش، فاخاف ليه؟ لا طبعا، ده بالعكس. انا في تورت والله بتقعد عند العميل بال10 ايام وبياكلوا منها، بيقولوا لي زي الفل حرفيا، ده حصل كذا مره معايا. اتقوا ربنا في شغلكم باذن الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم. الجناش برضو هنرجع ونقول الخامات زادت. فالاول كنت انا بغرق التورتيه دي كلها جناش بقى والشوكولاته. دلوقتي الكيلو الفيينا وصل الكيلو منها ب 80 جنيه. الاول كانت ارخص من كده بكتير، فحرام. فهنعمل ايه؟ شويه الجناش اللي بقوا عندي حطيتهم. طب والجناب؟ بالمعلقه كده ابتديت اوزع الجناب من اللي نازل ده، وهجيب السكريبر المشرشر وهبدا ان انا امشي عليها. يعني مش شرط ان انت تغرقيها، لان فعلا الخامات زادت جدا. ف عفوا. انا صوتي تعبان، معلش اعذروني، كحه مسكاني مش راضيه تسيبني، فهتلاقوني بتلخبط شويه في الكلام، مش عارف ايه، بس معلش. هنا بقى المعلقه سويت بيها كده، وهجيب السكريبر المشرشر وهداري كل الكلام ده. كده ادينا شكل حلو للتورته، ما كلفناهاش، وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا، لان احنا ساقيينها من جوه بالجناش، وحاطين جناش على الوش، ومن جوه كمان محشيه، غير انها مسقيه جناش. تمام. هحط هنا بقى ايه؟ الفلوتس. ودايما وانتوا بتستخدموا شوكولاته، بلاش الشوكولاتات التقليد، لو انتوا عايزين شغلكم يبقى زي المحترفين، او طعمه زي المحلات النظيفه اللي انتوا بتاكلوا منها بره. فبلاش نحط الفلوتس التقليد، لانه طعمه خالص مختلف عن الفلوتس العادي. كريسبي ده دقوه قبل ما تشتروه، لان هو اللي بيتباع في محلات خامات الحلواني، فيه منه بيبقى طعمه وحش، فدقوه. تمام. هنا بصوا، ده بيلمع وشكله نظيف، وب10 جنيه بس. انا زينت التورته دي، وهقول لكم طلعتها بكام، عشان في كتير بيسالني انت بتطلعي بكام، وانا والله ما اقصدش ان انا ما بردش، انا بنسى فعلا. عملت كده داير ما يدور. التورته دي انا طلعتها ب 200 جنيه، لانها محشيه مكسرات ومسقيه جناش، وزي ما انتوا شفتوا كده، فلازم تطلع اقل حاجه 200 جنيه، دي مقاس 24، وكمان بلس ان كل حاجه غاليه. تمام. انا بقى هعمل ايه بعد كل اللي انا عملته ده كده انا خلصتها، فهحطها في العلبه، ومش ببيتها بره العلبه، عشان برضو سالت السؤال ده. لا، انا ببيتها في العلبه، واقفلها كويس، وبيتها في التلاجة بقى، فاللي هيستلمها يستلمها تاني يوم. لو تاني يوم بالليل يبقى خير وبركة، هتشرب برضو من الحاجات اللي محطوطة فيها، ويبقى طعمها احلى. بس كده. يا رب اكون قدرت افيدكم، والتورته بتاعت النهارده تكون عجبتكم.